اوعى تقترح حاجة في الشغل عشان هتلبسها. للأسف في بوستات كتير أوي على الفيسبوك بنفس الجملة ديت. البوستات دي صح، لو اقترحت حاجة في الشغل فعلا هتلبسها، بس عندي وجهة نظر مختلفة شوية. فده اللي هناقشه النهاردة في الحلقة، بجانب 3 أسئلة عن العادة الأولى من العادات ال7 للناس الأكثر فعالية. السؤال الأول هو: أنا بشتكي ولا بدور على حل؟ عشان تفرق كتير. تاني سؤال: انا مركز جوه ولا بره؟ تفرق كتير جدا على فكره. خلينا بس نشوف السؤال التالت وبعد كده نجاوبهم واحده واحده مع بعض. السؤال التالت هو: انا برد تلقائي ولا بفكر بختار الرد بتاعي؟ دول 3 اسئله هنتناقش فيهم مع بعض، واحكي لك كمان حكايه الراجل اللي خرج من الجحيم عايش والف كتاب اسمه الانسان يبحث عن معنى. هقول لك التفاصيل دي كلها في الحلقه دي. يلا نبدا. بعد اذن عن الاضاءه علشان الكشاف بتاعي باظ، فاستحملوني في الاضاءه دي. حته لو انا اقترحت حاجه في الشغل هلبسها دي خليها كمان شويه، عشان 3 اسئله اللي انا هنجاوبهم مع بعض دول هيوضحوا لك وجهه نظري اكتر. فخلينا نخش على طول في اول سؤال: هو انا بشتكي ولا بدور على حل؟ تفرق كتير جدا. احنا كتير جدا يوميا بنقعد نصيح لبعض، مش مجرد شكوى، نصيح. انا عندي مشكله في الشغل، عندي مشكله في البيت، عندي مشكله مع اصحابي، عندي مشكله مع خطيبتي، عندي مشكله مع مراتي. كل ده كلنا بنشتكي بيه يوميا. بس السؤال: احنا بنشتكي لمين؟ يعني قاعد افكر كده، لو انا بشتكي لحد ما عندوش حل انا كده استفدت ايه؟ ما مجرد فضفضه، الناس كلها عرفت المشاكل بتاعتي، عرفت ان انا بصيح، عرفت ان انا ما بعرفش احل مشاكل، وده هيضرني جدا في حياتي. طب وبعدين؟ لازم ادور على حل، ودي العاده الاولى اللي هي بي برو اكتف. خليك مبادر. خليك مبادر انك تدور على حل بنفسك. لو انت مثلا بتدور على مكان معين، عايز تروح مثلا من مدينة نصر، عايز تروح اكتوبر، اقرب حاجه انت تسال الناس اللي حواليك، او تنزل اي موقف، او تنزل مثلا موقف رمسيس وهتسال على اكتوبر وبعد كده تروح اكتوبر وخلاص. الحل التاني انك تدور على النت، تكتب على جوجل مثلا ازاي اروح من مدينه نصر لاكتوبر، وساعتها هتلاقي الحل. طيب عشان تتاكد من الحل ده انت ممكن تسال، بس انت بقيت برو اكتيف اللي انت دورت على الحل بنفسك. وهكذا في شغلك وفي حياتك وفي كل حاجة، انت لو دورت عليها بنفسك دي اكبر حاجة هتعلمك، مش مجرد حد يقول لك اعمل ايه وخلاص. وللاسف احنا الدراسة بتاعتنا عودتنا اللي احنا ناخد المعلومة من مصدر تاني وخلاص، ما عودتناش اللي احنا ندور على المعلومة. اعتقد لو احنا اتربينا اللي احنا ندور على معلومة الموضوع كان هيفرق معانا كتير جدا. يعني خش على السؤال التاني: انا مركز جوه ولا بره؟ يعني ايه جوه وبره؟ بص هقولك على حاجه. احنا عندنا في حياتنا دايرتين، والدايرتين جوه بعض زي ما انت شايفهم كده، اوكي؟ الدايره اللي بره دي هي دايره الاهتمام. الدايره دي كبيره زي ما انت شايف، ودي اللي مسيطره. ليه؟ عشان انت اللي مركز فيها. طب مركز فيها ازاي؟ مركز فيها في البلد وظروف البلد والاقتصاد وظروف الاقتصاد والناس والحظ بتاعك اللي وحش، وانك كل ما تبدا في حاجه الموضوع يفشل. كل ما تحط اهتمامك بالدايره دي، عشان كده اسمها دايره الاهتمام، لو ركزت عليها الدايره دي هتفضل تكبر تكبر تكبر، وللاسف حياتك هتنتهي. ليه؟ عشان الدايره دي هي دايره ثابته، لكن كل ما بتكبر بتكبر ازاي؟ ان هي بتاخد مساحه من الدايره التانيه اللي هي الدايره اللي جواها، وهي دايره التاثير، الدايره اللي انت هتقدر تاثر بيها على حياتك. طب ده يعني ايه؟ يعني مثلا في دايره التاثير عندك مشكله في شغلك، في مهاره معينه انت المفروض تذاكرها او تاخد فيها كورس، فقررت تاخد كورس، وبالتالي الكورس ده هيتحط في دايره التاثير، وبالتالي دايره التاثير الصغيره هتبتدي تكبر. طيب اتنقلت من شغل لشغل تاني افضل، ده انت خدت خطوه برو اكتيف اللي انت تاني من شغلك، ما فضلتش قاعد مكانك وخلاص، وبالتالي الدايره دي هتكبر. قعدت تقرا كتب، وبالتالي مخك هيكبر وطريقه تفكيرك هتختلف، وبالتالي دايره التاثير بتاعتك هتكبر. وكل ما دايره التاثير دي تكبر فدايره الاهتمام هتقل. وللاسف دايره الاهتمام هي دي اللي ما بنقدرش نتحكم فيها 100%، لكن دايره التاثير دي اللي بنتحكم فيها. وعلشان كده كل شخص عامل نجاح في حياته هو مهتم بدايرة التأثير، اشتغل عليها واشتغل على نفسه عشان يكبر الدايرة دي. لكن كل حد فاشل قاعد بيقول الظروف هي اللي مخلياني فاشل، هم الأشخاص اللي بيهتموا بالدايرة اللي بره، دايرة الاهتمام، وبالتالي حياتهم بتصغر وبالتالي مش بينجح. وده السؤال بتاعنا: انت مركز جوه ولا بره؟ فكر فيها شوية كده قبل ما نخش على السؤال التالت. السؤال التالت هو: انا برد تلقائي ولا بختار الرد بتاعي؟ يعني ايه؟ عشان نفهم معنى الكلام ده خلينا نفتكر قصة فيكتور فرانكل.
فيكتور كان شخص يهودي في الحرب العالمية التانية وساكن في ألمانيا. ولو ما سمعتش عن الحرب العالمية التانية دي اللي كان فيها هتلر، وهتلر كان بيحرق اليهود وبيسجنهم كلهم. وجه في يوم من الأيام اتقبض على فيكتور، هو وعيلته كلها ماتت، مراته اتدخلت منه. فيكتور كان طبيب نفسي وبقى فجأة مسجون، بيتعرض للضرب والبرد والجوع، وكمان نفسيا كان متدمر. لغاية لما لاحظ حاجة كده غريبة، إن نفس الظروف دي في ناس لسه عايشة وفي ناس تاني ماتت. ايه الفرق ما بينهم؟ هو قال ان الفرق كان شراية ما بين الحدث او الظروف اللي بره عنك ورد فعلك. الشراية دي انت اللي بتتحكم فيها. ولما ركز على الحتة دي بدأ يواسي الناس اللي معاه ويشجعهم، وطلع من السجن دوت. وكمان ألف كتاب اسمه الإنسان يبحث عن المعنى، ده ممكن نبقى نشرحه بعدين يعني بعد ما خلص الكتاب ده. فالراجل ده كان برو اكتيف ازاي؟ ان هو ما سابش الظروف هي تتحكم فيه، وبدأ يفكر ازاي يحول الظروف دي لحاجة إيجابية. وفعلا طلع من السجن عايش. كده احنا اتكلمنا على الثلاث أسئلة اللي احنا سألناهم في أول الحلقة. طيب في حاجة أهم، النقطة بتاعت اوعى تقترح حاجة في الشغل عشان هتلبسها. دي حقيقة ولا لأ؟ بص، مبدئيا دي حقيقة. لو اقترحت حاجة في الشغل جديدة، طريقة نظام جديد، حاجة جديدة هتعملها، انت أول واحد هتلبسها. بس خليني أسألك سؤال، انت هتتعلم المهارات ازاي؟ يعني هتنجح في شغلك ازاي وهتميز ازاي عن اي شخص موجود في الشغل بتاعك؟ يعني انتوا 10، انت اقترحت حاجه والباقي عمل نفسه من بنها. انت لبست الحاجه دي، لبست التاسك ده كله واتعلمته وعملته بنجاح. جيت انت اقترح حاجه تاني، لبست تاسك تاني، وبالتالي بعد كده ضغط شغل زياده. صدقني تعالى اخر السنه، لو كل كوارتر او كل 3 شهور يعني جيت ابتكرت حاجة جديدة في الشغل، بعد أول سنة ليك أنت هتكون عملت 4 حاجات مختلفة. وبالتالي أنت بعد أول سنة سعرك في السوق هيزيد. طيب أنا شركتي مش هتقدرني ومش هياخدوا بالكلام اللي أنت بتقوله ده. في شركات كده للأسف، في شركات كده، في شركات لو أنت اقترحت حاجة في الشغل بيلبسوها لك أنت ويوجعوا دماغك وبيكفروك حرفيا. بس صدقني ساعتها أنت هتتعلم مهارة جديدة. المهارة دي انت هتقدر بيها تطلع لشركة تانية هتقدرك بمرتب اعلى، تايتل اعلى او مكانة اعلى. وبالتالي المهارة اللي انت اتعلمتها في خلال السنة دي مثلا، دي اللي ساعدتك ان انت تنقل حياتك من مرحلة لمرحلة احسن. ودي كانت العادة الاولى، عادة بي برواكتيف، كن مبادرا. متنساش المقدمة هتلاقيها في اول كومنت. واشوفك الحلقة الجاية وفي العادة التانية.